دكتور، هو انا اقدر اعالج نفسي من غير دكتور؟ السؤال ده حلو قوي. السؤال ده جاوب عليه علماء النفس من سنين كتير. قالوا ان في بعض الحالات الاكتئابيه وبعض الحالات الخفيفه ان انت تقدر تعالج نفسك من غير دكتور. لما شرحوها لنا قالوا لنا ان نفسيه الانسان بتدور في 3 دوائر، حتى حطوها في مثلث وخلوا راس المثلث الافكار، والضلع المشاعر، وضلع السلوكيات. ولما سالوا الناس ايه اكتر دايره بتتعبك، فكان الإجابة الطبيعية إن أكتر دايرة بتتعبني جوايا هي دايرة المشاعر. طيب أنا دلوقتي عايزة أعالج المشاعر، بقول لك إن المشاعر ما بتتعالجش، واللي يقول لك إن ممكن تعالج مشاعرك أو تغير مشاعرك كأنه بيقول لك حط صباعك في الكهرباء. طيب إيه اللي بيتعالج؟ هنمشي واحدة واحدة في المثلث ده اللي هو رأسه الأفكار وضلع المشاعر والضلع التاني السلوكية. أول خطوة اقعد مع نفسك كده وارسم المثلث وقول ايه الشعور اللي جوايا اللي انا حاسس بيه دلوقتي. هتقولي متضايق، هقول لك ما فيش شعور اسمه متضايق. سمي الشعور اللي انت حاسس بيه بالظبط، حزين، في غضب، في يأس، في خذلان. سمي الشعور اللي انت حاسس بيه، سميته، عرفته، اقبله. اول خطوه في العلاج ان انت لازم تقبل مشاعرك. تاني خطوه هنروح لاسهل دايره في حياتنا اللي هي دايره السلوكيات. اي سلوك تقدر تقوم بيه هنا ودلوقتي بضغطه زرار. السلوك اللي انت تعمله بعد ما عرفت مشاعرك وتقبلتها ان انت تعمل سلوك يعود عليك بمردود ايجابي يهدي مشاعرك. السلوك ده ايه؟ كل واحد عارف ايه اللي ممكن يعمله فبيهدي مشاعره، ايه اللي ممكن يعمله فبيبسطه، ايه اللي ممكن يعمله فبيغير حاله من حال لحال. ولكن المشاعر هتهدى هدوء تام؟ لا، هي هتهدى هدوء مؤقت. معنى كده ان هترجع تاني؟ طبعا هي هترجع تاني عشان لسه ما تحركناش فيها. بعد ما عملنا السلوك والمشاعر هديت هدوء مؤقت، بنطلع لاهم دايره في حياتنا اللي هي الافكار. مفيش شعور جواك اتولد الا بسبب فكره. الفكره هي اللي بتحرك الشعور، والمشاعر هاديه. هتقدر تسال نفسك ايه سبب الغضب، ايه سبب الحاله اللي انا فيها. عرفت السبب، قدرت تواجه نفسك بالفكره، هتقدر تجيب الحل. وهتجيب حل واثنين وثلاثه ويمكن 10، في منهم المناسب وفي منهم اللي مش مناسب. هتعمل عصف ذهني، فكر ايه اللي ممكن يحل المشكله دي دلوقتي. فكر في الحل، ما تفكرش في المشكله، ما تفكرش في الشعور، فكر في حل الفكره اللي دماغك جابتها لك. فكرت، هتقدر تنفذ. وممكن قبل التنفيذ ممكن هنا تستشير اصحاب الخبره واصحاب التجربه، وطبعا يكونوا اصحاب ثقه.